8 شخصيات اتغير ممثلينهم في عالم مارفل السينمائي ممكن ما تكونش خدت بالك منهم. الجزء الثاني، ريد سكال. كلنا اتفاجئنا لما شخصية ريد سكال رجعت تاني في فيلم افنجرز انفينيتي وور، بس كان الممثل مختلف لان الممثل هيوجو ويفرينج هو اللي قام بشخصية ريد سكال في فيلم كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، لكن تقريبا ما كانش فاضي ان هو يرجع يكمل الدور، فاخد الدور الممثل راس ماركنت واللي رجع في فيلم افنجرز انفينيتي وور وفيلم افنجرز اند جيم. هاورد ستارك. في فيلم ايرون مان 1 ظهرت صور لابو توني ستارك هاورد، ومع انها كانت مجرد صور لكن اللي كان بيقوم بالشخصيه كان الممثل جيرارد ساندرز. ولما استوديوهات مارفل كانت عايزه دور حركي اكتر لشخصيه هاورد ستارك راحوا للممثل جون سلاتري، واللي ظهر في مشاهد كتير بشخصيه هاورد ستارك، واخرهم المشهد الجميل اللي كان بينه وبين الممثل روبرت دانيو جونيور في فيلم افنجرز اند جيم.